السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. فيديو جميل ورائع، يلا بينا نشوف الفيديو ونرجع تاني مع بعض. بالإضافة لتونس، أعلنت الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها في شمال إفريقيا قبل عامين إرسال نحو 80 عامل إنقاذ للمغرب. هذا الإعلان صاحبه الكثير من اللغط حول مدى قبول المغرب للمساعدات الجزائرية. وفي وقت لاحق أعلنت الخارجية الجزائرية رفض المملكة للمساعدات المقترحة من قبلها. أما على مواقع التواصل فجاءت التعليقات كالآتي: الأخ رشيد يقول: نظرا للمشاكل السياسية بين المغرب والجزائر فمن الصعب قبول المساعدات في هذا الوقت، لأنه سينظر له أنه تسييس للمساعدات. المفروض الصلح يكون خارج الكوارث، من فتح الحدود والمجال الجوي وتوقف التصريحات المعادية. أما أن يكون هناك توتر وعداء وإقفال المجال الجوي ثم حين تحصل الكارثة تود المساعدة، فهذا عرض لن يقبل به عاقل. وردت عليه مغردة تسمى بلو بيري تقول: أي السياسة هنا هاته مسألة كبيرة، كان عليهم قبول المساعدة، هذا عمل إنساني، المهم ما يحدث بين الحكومتين والشعبين مؤسف ويضر. أنا كجزائرية أتمنى أن يحل الصلح وتنتهي الخلافات. أما حسن فيقول: الصراحة رغم أنني كنت وما زلت ضد الحسابات السياسية في وقت الأزمة، لكن بعد مشاهدة مستمرة للإعلام الفرنسي أعتقد أنني كنت على خطأ، وقرار المغرب عدم التسرع والاعتماد على دول غير فرنسا قرار حكيم. أخيرا أمال السبتي تقول: في وجه أزمة إنسانية يتسبب رفض المساعدات الضرورية في تكبد معاناة لا توصف لحياة المغاربة العديدة، حياة يمكن أن تكون قد تم إنقاذها لولا هذه الحسابات السياسية العقيمة. مع بعض فيديو جميل ورائع، إن شاء الله يعجبكم. استنونا إن شاء الله في فيديوهات تانية. أسيبكم في رعاية الله ومع السلامة.